ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق برضاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واسترضع له في بني سعد، استرضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية، حليمة السعدية من لبن ابنها عبد الله. ووالد عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع هو الحارث بن عبد العزى من هوازن، من بني هوازن، هذا والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، زوج حليمة السعدية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: واختلف في إسلام أبويه من الرضاع فالله أعلم بذلك، فالله أعلم بذلك. فهل حليمة وكذلك زوجها الحارث والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع هل أسلم؟ هذا محل خلاف. قال ابن القيم: اختلف في إسلام أبويه من الرضاع فالله أعلم بذلك. وكانت أيضا أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بلبن ابنها مسروح، ولهذا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أخ له من الرضاع، رضع هو وإياه من ثويبة مولاة أبي لهب. قال: كما روينا ذلك بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما. قال: وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين، وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه. كانت حريصة جدا على بقائه عندها، حليمة كانت حريصة جدا على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لكن لما حصلت حادثة شق الصدر خافت من هذه المسؤولية وردته إلى أمه. وحادثة شق الصدر هذه هي الحادثة الأولى لشق صدره عليه الصلاة والسلام. وقد أفاد ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره من أهل العلم أن حادثة شق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام تكررت أكثر من مرة، فبعض العلماء ذكروها 2 ومنهم من قال 3 مرات ومنهم من قال أنها حصلت 4 مرات. والذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن شق الصدر وقع 3 مرات، مرة عند الطفولة وهي هذه التي كانت في سن 4 من سني حياته عليه الصلاة والسلام، والثانية عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، والثالثة عند عروجه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه.